السلام عليكم خوتي خواتاتي. انا اليوم باغي نهضر معاكم في هذا الموضوع اللي ولا داير الحريره في المغرب، الا وهو الاجهاض. بحيث انه كاينين شي جمعيات نسائيه ولات كتقول لك الاجهاض خصو يولي حق من حقوق المراه المغربيه، لان المراه المغربيه ولات كتمتع تبارك الله بجميع الحقوق وبجميع المكتسبات. انا راه شي مره هاد الجمعيات النسائيه كيجيبوا لي الضحك، ما كرهتش نقعد معاهم غير نص ساعه وجيبوا لي واحد الكويس ديالاتي ونسمع النقير ديالهم كيفاش كينقروا على الرجال وما كيحملوش سبحان الله الرجال. الا بغيتوا تدافعوا على المراه المغربيه حنا كلنا معاكم ندافعوا على المراه المغربيه، ولكن ندافعوا على الحقوق اللي خص المراه المغربيه تاخذها. مثلا نشوفوا غير المراه القرويه يعني المراه في العروبيه مسكينه تتعاني الامرين، ما عندها فلوس، ما عندها طريق، ما عندها تعليم، ما عندها مكتسبات، كتضرب يوميا. كاينه المراه اللي كتضرب يوميا 20 30 كيلومتر على رجليها وهازه على ظهرها الكيلوات، هذيك مسكينه ما كيهتم بها حد. كاينين الاطفال الدراري الصغار البنات الصغيورين في العروبيه اللي كينقاطعوا على الدراسه. علاش؟ اما والديهم ما تيخليوهمش يخدموا حيت باها تتوصل عند هذيك 6 سنين 7 سنين خصو يمشي يديها يخدمها خدامه عند الناس يتعداو عليها ويتكرفسوا عليها، ولا نعم سيدي ما عندهمش المدرسه في العروبيه ديالهم، ولا تتوصل للمستوى ديال الاعداديه وصافي بعيده المدرسه وما كايناش الامكانيات. لبات مسكين فقير ما عندوش باش تعطيها الامكانيات انه يصيفطها للمدينه ولا العروبيه القريبه باش تكمل قرايتها. هذيك هي اللي خصنا ندافعوا عليها. وزيدوا المراه المسكينه اللي تيموت ليها راجلها، والمراه اللي كتطلق، والمراه اللي ساكنه في الكريان، والمراه اللي مسكينه بوحدها تفلى عليها شي واحد، وزيد. هادو هما المراوات اللي خصنا ندافعوا عليهم. وما باش نقولوا الاجهاض خص يولي حق من حقوق المراه، والعلاقه الجنسيه قبل الزواج خص تولي حق من حقوق المراه، وزيد. ايوا هادشي هو اللي بقى لينا وصافي. ايوا صافي المراه خدات حقوقها تبارك الله، والراجل خدا حقوقه تبارك الله، وما بقى ناقصنا غير الاجهاض. ايوا راه الاجهاض الا درنا التوعيه وقضينا على الاميه وقضينا على الفقر وقضينا على الجهل وسهلنا الامور ديال الزواج حلال. والزواج هو العلاقه اللي خص تكون بين الرجل والمراه، يعني خصنا نسهلوا الزواج. والتلباوات رخفوا شويه على الشباب، راه كاين شحال مسكين من ولد باغي يتزوج بالحلال ولكن تيمشي تيخطب البنت ما تيبغيوش والديها. خص يكون عنده الطوموبيل وتكون عنده الخدمه ويكون عنده الفيلا ويكون عنده الكونطو ويجيب جوج من الحاجه ولا ثلاثه من الحاجه. ايوا صافي مسكين ولد المسكين ما عنده باش يتزوج هاد الايام. ايوا هادشي هو اللي تيخلي ان الشباب بسبب هذا التفتح اللي جرى وبسبب العولمه، الا خدينا التفتح وخدينا العولمه راه فيها الحاجات الايجابيه وفيها الحاجات السلبيه. اذا خصنا نسهلوا الزواج على الشباب، خص تكون مبادره ايضا. انا كنتمنى ان تكون مبادره من عند الدوله، بحيث انه كاينين شي دول الخليج العربي بحال الامارات الا شي واحد كيتزوج كيعطيوه 40 مليون. ايوا حنايا ما تعطيوناش حتى 40 مليون، عطيوه مسكين غير 40,000 ريال وسهلوا عليه القضويره غير فين يسكن مسكين. وزيد. ايوا هادشي هو المهم. خصنا نساعدوا الشباب باش ما يبقاوش يمشيو للفساد، ونديروا لهم شويه التربيه الدينيه وبان الزنا راه حرام وبان الفساد راه حرام. بلاص حنا ما نجيو نقولوا الاجهاض باغيين الاجهاض الحقوق المعطيه. ايوا هادشي هو اللي بقى. انا راه كيبان ليا كاينين شي جمعيات نسائيه راه ما يليهمش مع الرجال، ما كيحملوش الرجال، هما اصلا ما تيمقتوا الرجال، عزيز عليهم هما المراه راه مزيانه، المراه راه هي نصف المجتمع، راه المراه خصنا نهتموا بها، راه المراه راه هي الام ديالنا، راه المراه راه هي الاخت ديالنا، راه المراه راه هي الزوجه ديالنا، راه خصنا نهتموا بها وخصنا نعطيوها قيمتها. ولكن قيمه المراه ما كايناش
فاش نعطيو ليهم الحريه الجنسيه. لا عطينا الحريه الجنسيه راه غادي يجي اي واحد يتفلى عليها، غتولي دايره بحال كلينيكس اللي جاي يوسخها ويرميها في الزبل يقلب على وحده جديده. راه الحريه الجنسيه راه ما تليقش لينا، راه الاجهاض راه ما يليقش لينا، راه حنا تليق لينا الثقافه والقضاء على الاميه والتعليم والقرايه والعمل والتعاون والتضامن. وبارك علينا من الهضار الخاويين ديال الاجهاض، بارك علينا من الهضار الخاويين ديال الاجهاض. راه الناس، راه البنت مسكينه راه تبغي الحلال، وتيجي شي واحد هو تيبغي الحلال ولكن عارف هو بان ما عنده خدمه ما غاديش يجوجوها ليه، وهي عارفه ما غاديش باها يبغي. ايوا مساكن هما تيبغيو بعضياتهم راه تيضعفوا، وفاش كيضعفوا راه كيجرى بيناتهم الويل والمصيبه. اذا خصنا نسهلوا الامور على الشباب يبقاو يتزوجوا في الحلال. الراجل يتزوج المراه اللي كيبغي، والمراه تتزوج الراجل اللي كيبغيها، وهكا غادي نقضيو حتى على الطلاق، لان الزواج ديال الطمع راه هو اللي تيجيب الطلاق. ايوا انت تقول لي خصني نقلب انا على بنتي واحد يكون عنده الطوموبيل والطياره والصاروخ وعنده دويره في مارس وفي القمر. ايوا هذاك السيد راه غادي يتزوجها بعد عامين 3 سنين راه ما تيتفاهموش غادي يطلقوا. ايوا راه شي واحد الا تيبغي شي وحده تبغي شي واحد راه غادي تصبر عليه ويصبر عليها. ايوا فهمونا، ايوا صدعتوني. ايوا تابوناو معنا في الله يحفظكم في هاد لاشين ان شاء الله، وبارطاجي هاد الفيديو وعطينا واحد اللايك وستير دابا يلاه تلاح انا راه صدعتوني. انا بنادم كيداير يا كاين شي برادتي العيالات ديال اليوم الحبينو راكي عزيزه عليا، يا والله الا عزيزه عليا. يا غضبتي يا زين، واجي